بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في عالم فطوم أحلى حسوي معاكم صينية دجاج بالبطاطس. أول شي هنا حطيت زيت وحطيت بهارات صحيحة شايفينها اللي هي الهيل وورق الغار قرفة كباب صيني قرنفل ليمون ناشف. حمصتها شوية بالزيت وبعد كده أضفت الدجاج والبطاطس عليها ونقلبها وما نضيف أي موية، أغطيها وأتركها على نار هادئة. بعد كده أضفت عليها فلفل رومي وذرة وحطيت اللي هو معجون الطماطم وبهرتها بالبهارات، حطيت كاري، حطيت فلفل أسود، كمون، كزبرة، بهارات مشكلة، ملح. لكن معليش الفيديو اللي هو النهائي انقطع عني. هنا حطيت رز وقلبتها شوية مع السمن لحد ما حسيت ان هي تماسكت مع بعض وتحمصت. بعد كده احط موية واخليها تستوي مع شوية ملح. شوفوا اهو الصينية خلاص انتهت. بعد ما استوى الرز اضيف الحليب وكل شوي خلاص هنا ابدأ التقليب بطريقة مستمرة. كنت حطيت ملح، حطيت شوية زبدة معاه، وهذا شكله النهائي بعد ما استوى. احط عليها قطعة زبدة تسيح على طول فوق لانه حار، وارشها بالفلفل الاسود وهذا حسب الرغبة. غرفت هنا الصينية، كانت ريحتها مرة حلوة. بكذا انتهى الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.